قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان زمان الثمرة، يا إما الثمرة هتبقى رفع الدرجات، يا إما رمضان زمان الحسرة، زمان الدركات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل شيء هيقطعني عنك يا رب من اللحظة دي هيبقى عدوي. كل شيء هيمنعني عن خيرات رمضان السنة دي هيبقى عدوي. غفلتي عدوي، نفسي الأمارة عدوي، الشيطان الموسوس عدوي، الدنيا الملهية عدوي. رمضان زمان الثمرة. هطلع الزكاة، أنا هعمل شنط رمضان، أنا هتصدق بصدقة كبيرة علشان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، علشان الصدقة تطفئ غضب الرب، علشان الصدقة المرء يأتي في ظل صدقته يوم الحج. أنا هتصدق علشان أنفق ولا تخشى من ذي العرش أنفق بلاد، علشان أنفق عليك. لازم أبرهن على إيماني لأن الصدقة برهان. فيلي لغاية دلوقتي ما طلعتش فلوسك في شهر رمضان، يلي لغاية دلوقتي ما حسبتش زكاة مالك، يلي لغاية دلوقتي ما أعددتش العدة دي، خاف عليك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صحح نيتك، صحح هدفك. عايش ليه؟ همك ايه؟ عدت النيران، جنة الرحمن، الفردوس، مرافقة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ولا همك شقة، ولا همك عروسة، ولا همك دراسة، ولا همك مرتب، ولا همك مركز، ولا همك كلام الناس، ولا همك ايه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. رمضان زمان الثمرة،